السلام عليكم. وعجانا واحد في هاد الناس مساكن، الله يرحمهم ويرحمنا ويرحم كافة المسلمين. السبب الأول وهو الإهمال ديال الواد الكبير. هاد الواد الكبير شدوه وردموه كيلوحوا فيه الزبل. لو كان تنفس كان هاد الماء كان غيتنفس وغيزيد مع الواد، ما كانش غيدير هاد المشاكل كامله. وزيدون وحاجه اخرى، الصروبه اللي كاينين هنا في الارض لاعبين فيهم، ما خدامين صروبه كبار. لو كانت الصروبه كبار ما كانش غيوقع هاد الشيء وما كانش غتوقع هاد الحادثه هادي. واللي قال شي حاجه يجي لهاد الواد الكبير الرئيسي وهود ليه وشوف واش مردوم فيه اخويا. راه مردوم فيه الزبل، نايض فيه الشجر، نايض فيه الربيع. هاد الماء الفيضان هذا اللي جا ملي غيدوز. انا عندي اخويا 46 عام، ما عمرنا انا المدينه القديمه ما عمرنا شفنا هاد الكارثه. والسبب ديالها هاد الناس مسؤولين، هاد الناس مسؤولين. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كبير وصغير. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم المسؤولين. راه نتوما اللي درتوا هذا الشيء، راه ماشي المدينه ولا نتوما اللي درتوا هذا الشيء. خليتوا الواد عامر بالزبل وحبس ما لقاش منين يدوز. حسبي الله ونعم الوكيل. وكنشكر الاخ المحترم. نعم رعب اخي، رعب. ما حد يسمع الصراخ ديال الناس، صراخ ديال النساء، صراخ ما نكذبش عليك. اكثر شي حاجه اكثر من الرعب وزيدون الظلمه وسميتو. ما نكذبش عليك، هاد الناس هادو خرجوا على المدينه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم المسؤولين كاملين صغير وكبير. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وشكرا.